ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ طبعا موسم سمكة التونة جه، فاحنا اكيد مش هنفوته. لانك مهما تعملي التونة بسمك المكاريل مش هيديكي نفس النتيجة خالص. انا بصراحة يا بنات عملته مرة وما عجبنيش قوي. انا يعني عجبتني التونة اكتر بكتير. انا دي تالت مرة اعمل فيها سمكة التونة، ومش هبطل اعملها. كل موسم ليها لازم اجيبها وهعملها. فما نحاولش ان احنا ايه، يعني نهدر فلوسنا في سمكة المكاريل. بصوا بقى يا بنات، انا رحت بتاع السمك، طلبت قلت له عايزه اصغر سمكه تونه. يعني دي على قدي، لان سمك التونه بيبتدي من 2.5. دي كانت 600. انا بالنسبه لي الحجم حلو جدا مناسب ليا يعني. لو عايزين اكبر طبعا براحتكم. خليته نضفها لي كويس، وهو بيقطعها لي جزل كده لان الشوك بتاعها ناشف، مش هتقدري عليه في البيت. لو انت هتقدري وعندك حاجه حاميه قوي، خلاص تمام. انا فصلتها كده عن بعضها وغسلتها كويس. وتعالوا بقى نعمل لها محلول حلو قوي. ميه، وحطينا فيها نص كوبايه خل ومعلقه سكر ومعلقه ملح. وحطينا بقى فيها شويه منكهات كده، ورق لوري، لو عندك حبهان حطي. حطيت شويه فلفل حصى، فلفل اسود. قلبتهم بقى كده حلو قوي. وهنزل بقى عليهم بشرايح ليمون وشويه كرفس دلوقتي. ما عندكيش كرفس مش مشكله، بس كرفس بيديها طعم حلو برضه، لان هنستخدمه يا بنات في السليق بتاعها. هنزل بقى بالسمكة بتاعتي، واسيبها في المحلول ده بقى شوية حلوين كده، يعني مش اقل من ساعة. ليه؟ علشان خاطر تفتح، لان هي السمكة نفسها يعني مدممة، اللي هي يعني بيبقى فيها دم، فبتبقى غامقة. فعشان تفتحها وتبقى ما فيهاش اي ريحة زفارة بننقعها ساعة في المحلول ده. بصوا بقى، هنا جبت بقى مية بتغلي حلو، وحطيت نزلت كده ببصلايه، ونزلت بفلفل من الحلو اللي هو الرومي دوت الاحمر، وجزرايه، وشويه كرفس، وعصير ليمونه كده حلوه، واحط قشرها برضو معاه. وانزل بشويه قرون كده فلفل احمر. دي قرون شطه يا بنات، لو مش موجوده ومش حباها مشطشطه ما تحطيهاش. وحط بقى معلقه صغيره من كل حاجه، كمون وفلفل اسود وكزبره. كل ده حصى يا بنات. ونحط شويه كام ورقه لوري، والحبهان كده، يعني 4 5 فصوص حبهان، بس نحاول ان احنا ايه، نفتحهم كده بايدينا شويه عشان نطلع الريحه بتاعتهم. واحط معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من البابريكا عشان تدي لون حلو، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه خل. بس يا بنات اسيبهم بقى تغلي كده دول مع بعض شويه بالشكل ده. واكون بقى صفيت السمكيه بتاعتي، وانزل بقى بيهم بالشكل ده. بصوا يا بنات، انا بوريكم ان لونها هفتحها اهو. اهو كده يا بنات. بص، هلاقي الميه هنا زادت، فهحاول اشيل منها شويه. انزل بقى بباقي الكميه كلها، واحط بقى ايه شويه شرايح الليمون والكرفس التاني اللي كانوا موجودين. واسيبها يا بنات، مش هتاخد اكتر من ربع ساعه. خلي بالكم يا بنات، ما بتطولش عن كده. ربع ساعه وطلعيها كده، وشوفي القشره بتاعتها بدال طلعت معاكي، يبقى هي كده زي الفل. اهو بصوا يا بنات، كده كانت بقى لها ربع ساعه بس. ما تزودوش عن كده يا بنات، عشان يعني ما تتهريش منك، تبقى ماسكه نفسها كده معاكي. اهو شايفين بالشكل ده. اهو بعد ما خلصنا هنصفي برضو الميه دي، مش هنرميها. اهو انا بوريكم السمكيه اهي، طلعتها كلها اهي. خدنا بقى من الميه اللي احنا صفيناها ديت الشوربه بتاعتها. خدنا كوبايتين، هنحط فيها ربع كوبايه زيت، وربع كوبايه خل، ونص معلقه ملح عشان هي كان فيها ملح قبل كده، ونص معلقه بابريكا. اهو يا بنات،
اقلبهم بقى كده كويس قوي واسيبهم على جنب. اجيب بقى السمكية بتاعتي. بصوا بتطلع القشرة بكل سهولة ازاي، مش هتاخد منك وقت خالص. شايفين يا بنات؟ ابتدي بقى اشيل الشوك اللي فيه، يعني تحاولي انتي تنضفيها خالص علشان تبقى على الاكل على طول، ما تلاقيش فيها معاكي شوك. اهو شايفين يا بنات؟ انتي هتحسي كده بالشوك تحت ايديكي اهو. بجد يا بنات مفيش اسهل من كده. واللي اخلصه احطه على طول في البرطمانات. طبعا البرطمانات لازم تكون ازاز ومتعقمه كويس عشان تحتفظي بيها اكبر فتره. اهو شايفين يا بنات؟ عايزه تحطي بقى فيها قرون حمراء براحتك، يعني مش عايزاها مشطشطه ما تحطيهاش. انا كده خلصت اهو الكميه كلها، واحط بقى من المحلول اللي انا عملته ده. بصوا هنا النور طفى عليا، بس هولعه تاني دلوقتي. تونه دي ولا مش تونه؟ قولولي. بصوا اهم حاجه قلبوها كده شويه علشان خاطر تفضي الهواء منها. هتقعد معاكم في التلاجة من شهر لشهر ونص يا بنات. بجد هتعجبكم جدا، وعملنا منها كميه حلوه قوي. هتقعد معاكي شويه حلوين يعني، وريحتها تهبل. وبألف هنا.